السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايب قلبي شايفين الأشكال الجميلة دي؟ ده إيه يا أم إياد؟ ده الحلقوم يا حبايب قلبي أو الملبن الجميل. أنا هوريكم شكله عامل إزاي. شايفين المطة بتاعته جميلة جدا، وشايفين عامل إزاي؟ تحفة تحفة تحفة. طبعا عاملين الملبن ده أو الحلقوم من غير جيلاتين، عاملينه بالسوداني وعاملينه بالفستق وعاملينه سادة. شايفين الجمال عامل ازاي؟ شايفين المطة بتاعته جميلة جدا. تعالوا اوريكم احنا عاملينه ازاي. شايفين عامل ازاي؟ تحفة تحفة. يلا بينا على الفيديو. بس حبايب قلبي بالله عليكم ما تنسوش اللايكات والسبسكرايب والكومنتات، ويكون الصدق يا جماعة لو سمحتم، عشان أقسم بالله العظيم أنا صادقة معاكم حبايبي، وربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا يا رب العالمين. يلا نسمي ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا احنا عملناه ازاي. نسمي ونصلي على رسول الله. عندي كوبايتين من السكر نحطهم على نار في حلة كده. لازم يكون المقدار بتاعك يكون زي بعضه. عندي انا الجلاس ده اخد المعيار بتاعه. كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية بنفس المعيار. كوبايتين سكر على كوباية ونص من المية، وهقلبهم. اقلب كويس لما يدوب السكر معانا. نفضل نقلب لغاية السكر ما يدوب ويوصل لدرجة الغليان. هنجيب ربع معلقة ملح الليمون مع التحريك. هاجي اجيب كوباية الا ربع من النشا مع كوباية من المية، واقلبهم كويس جدا لغاية النشا ما يدوب. واضيفه شوية شوية. بسم الله مع التقليب المستمر. واهدي النار عليه. مع التقليب المستمر باستمرار، ايدك في الحلة عمالة تقلب علشان خاطر ما يحصلش اي تكتلات لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. اول ما يوصل من القوام اللي انتوا شايفينه ده نعمل ايه؟ نسمي ونصلي على رسول الله. عندي كوباية من السكر بنفس المعيار، هنحطها على مرتين 3 ونقلب باستمرار والنار معانا هادية جدا. فايدة ان احنا بنحط السكر بعد ما الخليط يندمج مع بعض ويتقل ان بيدينا اللون الشفاف الجميل. شايفين عاملة ازاي؟ نسمي ونصلي على رسول الله. انا مش هفصل الفيديو عشان يبقى قدامكم كل حاجة اهو. وادي بقية الكمية. شايفين القوام بتاعها؟ هتحسي ان هو بيلم معاكي من الحلة. شايفين عاملة ازاي؟ نستمر برضو لغاية ما نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. اول ما تلاقيها شايفين القوام بتاعها بتسيب الحلة وبتلف معاكي بمنتهى السهولة. عندي شوية من المستكة المطحونة الناعمة هضيفها. عايزة تضيفي ماء الزهر او ماء الورد حطي، عايزة تحطي الهيل حطي،
انا حبيت اعملها دي بالطعم المستكة او بريحة المستكة. شايفين القوام بقى عامل ازاي معانا؟ شايفين القوام اهو وصل ان انت لما تيجي تلميه كده اهو بيتلم معانا بمنتهى السهولة. عندي انا هنا لون احمر بطعم الفراولة، هحط شوية عليه وهقلبه يدينا لون جميل. اللون ده لون صحي بطعم الفراولة. عندي قطعة من الزبدة عشان نديها اللون اللميع. نحط السوداني زي ما انتوا شايفين بعد القوام ما تقل. هاجي للطاجن بتاعي اللي هعمل فيه، احط فيه جوز هند، نسمي ونصلي على رسول الله. رشينا جوز الهند، نسمي ونصلي على رسول الله. هحط الحلقوم بتاعنا، وهنسويه. بعد ما سويناها هحط على الوش جوز هند، وهسيبها في البرادة او في التلاجة لغاية ما تبرد. نروح نشوف هنعمل ايه تاني الوصفة التانية. بعد ما دخلناها على في التلاجة، نسمي ونصلي على رسول الله. هنعمل الوصفة التانية. كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية. ممكن تزيدي الكمية لو حبيتي تفصليهم وتلوني انت بقى براحتك، بس انا بعمل لون معاكم ووصفة. الوصفة دي كمان جميلة جدا، تابعوني. هدوب السكر لغاية ما يغلي كمان معانا. ربع معلقة من ملح الليمون، وهسيبهم لما يغلوا شوية حلوين يعني معانا كده. احنا بنعمل حاجتنا ببيتنا لأولادنا ولحبايبنا ولضيوفنا، بتبقى لذيذة جدا. اول ما توصل معانا لدرجة الغليان ونسيبها كمان 3-4 دقايق تغلي معانا كويس. عندي كوباية الا ربع بالمقادير بنفس الجلاصات من النشا، عليها كوباية من المية، كل حاجة قدام عينيكم. وهدوب النشا في المية كويس جدا واحنا مهديين على النار. اتأكدي كويس ان النشا بتاعك داب كويس. نسمي ونصلي على رسول الله، نهدي النار ونسمي واحدة واحدة كده، وايديكي باستمرار مع التقليب كده مستمر لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الاول. هنا نعلي النار، احنا هنفضل في الحلقوم نعلي ونوطي النار حسب ما احنا عايزين. طبعا احنا هنا دلوقتي بعد ما وطينا وحسينا ان النشا داب كويس جدا، هنبتدي نعلي النار ونقلينا طبعا مع التقليب المستمر. اول ما تلف معاكي وتوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، شايفين عاملة ازاي اهو كده اهو. نسمي ونصلي على رسول الله. كوباية السكر بنفس المقدار، نحط شوية شوية ونقلب مع التقليب المستمر قدامكم اهو لغاية ما الكمية بتاعتنا ما تنتهي خالص. كل ما تحسي ان السكر اندمج معاها على طول تحطي تاني بقية الكمية. هنا بقى عندي شوية من بشر البرتقال، هغير الطعم بقى شوية، احطهم بالشكل ده وافضل اقلب. شايفين القوام ابتدى يتقل معايا ازاي، وبشر البرتقال عاطي ريحة جميلة جدا لغاية ما حبيبة قلبي تلاقيها لفت معاكي كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنحط حتة الزبدة
عايزة تعمليها سادة وشفافة كده عادي، اعملي لأولادك وابسطيهم على قد إمكانياتك. هي في المحلات كمان بيبيعوها السادة كده، انت اعمليها ومفيش حاجة تقف على ايدك خالص. على قد إمكانياتنا احنا نعمل اللي احنا عايزينه ونبسط أولادنا، وهي حاجة تبقى في البيت حلوة وتبسط الأولاد جميلة جدا. شايفين أول ما تلاقيها بتلف معاكي بالطريقة دي. عندي شوية من الفستق هحطهم، عندك اللي موجود قلنا حطيه، عندك سوداني، عندك سمسم، ما عندكيش خالص اعمليها بالطريقة اللي تريحك. عندي اللون الاورنج عشان احنا عاملينها بطعم البرتقال، هنعملها كده ونقلب. شايفين تحسي ان هي بتسيب الحلة وبتلف معاكي بالشكل ده كده. شايفين القوام بتاعها؟ يبقى كده خلاص معانا الحلقوم اللي بالبرتقال خلص. هاجي للطاجن وارش فيه النشا. احنا عملنا التاني بالجوز الهند، هنا هنرش النشا. نحط النشا بالطريقة دي. واجيب الحلقوم واحطه، نسمي ونصلي على رسول الله. واسويه. انا عملت نص الطاجن بالشكل ده، هنشوف النص التاني هعمله ازاي. نفس المقادير، كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، وهدوبهم لغاية نفس الطريقة ونفس الخطوات هنعملها. ما تنسيش ربع معلقة الليمون، دي ضرورية الخطوة دي، لان احنا كمان مش حاطين جيلاتين في الوصفة الجميلة بتاعتنا. اول ما يغلي هنحط كوباية المية مع كوباية الا ربع من النشا، نفس الخطوات، ونقلب لما النشا يبوش معانا، ونسمي ونصلي على رسول الله، ونجيب شوية شوية وايدك باستمرار. لما تلف معانا زي ما انتوا شايفين عطانا القوام ده، هنجيب المستكة المطحونة. انا كان نفسي اعملها بماء الزهر بس حقيقي ما عنديش، ونقلب باستمرار. عندي كوباية من السكر هحطها شوية شوية مع الاستمرار في التقليب. بسم الله، نسمي ونصلي على رسول الله. لغاية الكمية ما تنتهي ونفضل نستمر في التقليب. عندي اللون الأخضر، الألوان دي كلها ألوان صحية. أنا هعمل دي سادة، مش هحط لها أي حاجة، عايزاها باللون الجميل بتاعها بدون أي مكسرات أو أي شيء. شايفين اللون جميل ازاي، وريحة المستكة طالعة تحفة تحفة. لما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه هجيب حتة الزبدة. قلنا قطعة الزبدة دي فايدتها ان هي بتديها اللمعة الجميلة اللي احنا بنشوفها. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ نعرف ازاي ان هي خلصت لما تحسي ان هي لمت معاكي. شايفين وتطلع من الحروف من الجناب كده، خلاص كده. شايفين القوام بتاعها؟ تجيبيها كده تلاقيها جت معاكي، تجيبيها كده بصوا تلاقوها جت معاكم كده. خلاص الوصفة بتاعتنا التالتة خلصت.
اهو شايفين عامله ازاي، تحس ان هي بقت قطعه واحده. شايفين، تحس ان هي بترقص في الحله كده. شايفين المنظر عامل ازاي. هاجي للطاجن بتاعي، نسمي ونصلي على رسول الله، وهحط في النص ده كده، عشان انا عايزه نص بقى ونص. استغل الطاجن ان هو كبير، فهعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهساوي الطاجن وهرجع لكم تاني. ده المنظر بتاعها. عندي شويه بقى هنا اهوت من الفستق، هحطهم هنا بالشكل ده. وعلى دي يلا بقى بالمره كده اهو. جميله جدا ولازم تجربوها. وهحطها في البرادة لما تطلع نشوف شكلها بقى عامل ازاي. كده بعد ما طلعناها من البرادة بتاعتنا، رشينا جوز هند، وهنقطعها. نسمي ونصلي على رسول الله، نشوف شكلها بقى عامل ازاي. اقطعها بالشكل ده كده، شايفين عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. شايفين القطعة عاملة ازاي. هقطعها قطع صغيرة كده اهو برضو، ونحط عليها الجوز الهند. شايفين ادي القطع اهي. بعد ما عملناها ناخدها بقى نشكلها التشكيلة اللي انت عايزاها والقطعة اللي انت عايزاها. حط لها الجوز الهند من كل جانب بالطريقة دي كده اهو، وهنرصها ونكمل ونشوف الباقي عامل ازاي. عايزه اوريكم بس، شايفين السوداني من جوه عامل ازاي. تحفة تحفة بجد يعني. طلعنا الحلقوم التاني، هنقطعه بنفس الطريقة. عايزة اوريكم بس منظره عامل ازاي. شايفين، شايفين ده اللي بالفستق، بسم الله ما شاء الله. وده السادة. هقطعهم وهنشوف شكلهم عامل ازاي. ده حبايب قلبي الشكل النهائي للحلقوم او الملبن زي ما احنا بنقول عليه في مصر. اشكال جميلة والوان جميلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.